سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 103، وده الفيديو رقم 30 تحت عنوان تضحيات الشطرنج الخالدة، وهنستكمل فيه رحلتنا مع رشيد نجم الدين. وقبل ما نبدأ تعال نشوف فقرة الإهداءات، وفكركم باللي قلته الفيديو السابق. ولعب أحد النقلات التي أثرت في مصير الدور، وإذا توقعت هذه النقلة وكتبتها في مداخلة فإن أول 5 هيكون لهم إهداء في الفيديو القادم. يا ترى إيه هي نقلة رشيد؟ رشيد كمل بالنقلة المقتحمة E5، تضحية رقم 3 مع الجراند ماستر الشهير اللي عاش حتى سن 100 أندرو ليلينتال، وبطل العالم الروسي الكبير بوتفينيك بيقول: لا أحد يرى التكوينات مثل رشيد. رشيد بالاسود، لكن النقلة الابيض الذي يستطيع الفوز ببيدق الجي 4 او بيدق البي 6، لكن لو اخذ بيدق الجي 4 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل بنايت اف 3 تشيك بكشر الملك وبيكشف هجوم على الوزير والاسود بيفوز، لكن يستطيع في امان اخذ بيدق البي 7، لكن ليلينتال بدأ بالنقلة H3 وبيطرد فيه المربعات البيضاء اللي تراجع للمربع E6، ودلوقتي بدأ السي 4 مطلوب بقطعتين ومحمي فقط بقطعة واحدة، وليلينتال بدل من عناء حماية البيدق لعب النقلة القوية C5، ولو الاسود اخد هياخد بالحصان ويدخل قطعة جديدة في اللعب، كما ان بدأ البي 7 مازال معرض للأخذ، ويبدو ان موقف الابيض افضل، لكن رشيد بدأ مبكرا الالعاب النارية ولعب النقلة الغير متوقعة B5. قبل ما نكمل في تحليل هذه النقلة عاوز اشرح قاعدة قانونية وهي الاخذ بالمرور، وفي هذه الحالة البيدق الاسود اتحرك من المربع B7 الى المربع B5، وبذلك عدى على المربع B6 اللي اصلا مضروب بالبيدق C5، والقانون بيعطي الابيض في النقلة القادمة فقط ان يأخذ بالمرور ويضع البيدق الابيض على المربع B6 ويختفي البيدق الاسود، وده اللي عمله ليلينتال في الدور واخد بالمرور. ودلوقتي نعود مرة اخرى للنقلة الملعوبة B5. رشيد لعب النقلة B5 اللي طالبة الحصان وفي نفس الوقت بيفتح الوتر امام الفيل لاخذ الرخ، ولو ليلينتال لعب للدفاع وتراجع بالحصان للمربع B2، الاسود هياخد المبادرة فورا وهيلعب دي تيكس C5، وبالطبع الاول ما يقدرش ياخد والا هيترك الحصان بدون حماية، والاسود حاليا بيهدد بتقديم البيدق للمربع C4 وانتاج بيدق سالك خطر قريب من مربع الترقية، ولو الابيض كمل باخذ الرخ الاسود هياخد ببساطة بالوزير، والوزير اصبح مسيطر على الوتر الطويل، وبيهدد ايضا باخذ بيدق الاتش 3 والتلويح بالمات على المربع G2، وكذلك له التهديد بلعب النقلة C4 وانتاج بيدق سالك خطير يهدد الابيض. اذا النقلة B5 نقلة قوية، وليلينتال اضطر ان ياخد بالمرور C takes B5 A takes B5، وبكده الابيض تخلص من البيدق الخطر، ودلوقتي الحصان مطلوب والرخ ايضا مطلوب، والابيض كمل بيشوب تيكس A8، ورشيد اخد بالوزير، ودلوقتي الوزير مسيطر على الوتر الطويل وبيهدد بالاخذ على المربع H3 وتشيك ميت على المربع G2، وكذلك الحصان الابيض مهدد، والنقلة الوحيدة المنطقية للابيض هي نايت تيكس B6 طالب الوزير اللي كمل كوين A6 طالب الحصان مرة اخرى، والحصان لا يستطيع التراجع غير للمربع A4، وهنا بدأ حدة الهجوم الاسود يزداد وكمل بيشوب تيكس H3 طالب الرخ، وليلينتال ترك الرخ ولعب روك C1 وبيحاول يسيطر على العمود المفتوح، لكن هذا العمود فارغ ولا يمثل اي خطورة، وبالطبع رشيد لم يأخذ الرخ، لكن لعب نقلة اخرى رائعة رجحت كفة الاسود حتى النهاية. يا ترى ايه هي؟ رشيد لعب النقلة المقتحمة D3. بالنقلة دي الاسود بيعلن سيطرته على المربعات البيضاء، ودلوقتي بيهدد بالاخذ على المربع E2 بشوكة للوزير والرخ،
وكذلك وهو المهم بيخلي مربع دي 4 للفيل اللي بوصوله إلى هذا المربع هيتم السيطرة أيضا على المربعات السوداء. على أي حال ليلينتال ليس لديه أي خيار غير الأخذ على المربع دي 3. رشيد كمل بالنقلة الرائعة كوين A8. الوزير أصبح بيسيطر على المربعات البيضاء على الوتر الطويل، وكذلك بيهدد بمعاومة الفيل بالمات على المربع G2. والأسود ليس لديه غير دفاع وحيد وهو النقلة F3، لكن هذه النقلة فتحت وتر المربعات السوداء المتجه للملك، ورشيد حاول يطبق هذه الفكرة بأسرع طريقة ممكنة. يا ترى إيه هي نقلة رشيد؟ ورشيد لعب النقلة القوية نايت G4. بالطبع الحصان لا يمكن أخذه وإلا كوين G2 تشيك ميت، والحصان بنفس الوقت بيهدد بنايت E6 بشوكة للملك والرخ، وهيفوز برخ صافية. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو فتح الوتر أمام الفيل للوصول للمربع D4 بكش. على أي حال الأبيض لابد أن يدافع عن التهديد الفوري ولعب نايت C4، وبيمنع الحصان من الوصول للمربع E6، لكن بالطبع لا يستطيع منع الفيل من لعب بيشوب D4 تشيك، والكش دي قشة قوية للغاية، والأبيض إجباريا بيلعب كينج H1. ودلوقتي بتجي نقلة الدور، وإذا استطعت أن تصل إليها فأرجو أن تكتب النقلة المطلوبة في مداخلة، وأول 5 أفراد سيكون لهم إهداء خاص في الفيديو القادم. ودلوقتي ابدأ التفكير. لعب النقلة التي أنهت الدور عمليا كوين D5، ورشيد بعد ما سيطر على أوتار المربعات السوداء وكذلك أوتار المربعات البيضاء في طريقه لاحتلال العمود الهام في الرقعة المتجه ناحية الملك، وبيهدد كوين H5 واللي تشيك ميت في الطريق. وفي الحقيقة الأبيض ليس لديه أي دفاع كافي، لكن على أي حال لعب روك C2، والرخ بيحاول يعترض من المربع H2، لكن ليلينتال اضطر للتسليم بعد بيشوب تيكس F1، لأن الأبيض ليس لديه أي دفاع أمام المات، لأنه حتى لو كمل بكوين تيكس F1 الأسود هيرد بكوين H5 تشيك، والنقلة الوحيدة هي كينج G2 كوين H2 تشيك ميت. الحقيقة دور من الأدوار الرائعة التي تثبت موهبة رشيد وشغفه الكبير بالهجوم. وإذا عدنا إلى هذا الموقف وعرضته على آلاف من اللاعبين، القليل والقليل جدا هو اللي هيقترح النقلة الرائعة B5 التي يبدو أنها لا تخطر على بال إلا اللاعبين الموهوبين. التضحية رقم 4، رشيد بيلعب بالاسود امام الجراند ماستر الروسي كوسولابوف، والجراند ماستر ليف بوليجرافسكي بيقول رشيد اعظم لاعب في اقتناص المبادرة. رشيد بالاسود ولديه اكتر من قطعة نشطة، فالحصان بيصوب على المربع G2، وكذلك الفيل بيسيطر على وتر المربعات السوداء المتجه ناحية الملك وبيحصره في المربع H1. ورشيد حاول ان يزيد من عوامل تفوقه ولعب روك H6، والرخ بيصوب على المربع H2، وفكرة الاسود هو الذهاب بالوزير في الوقت الملائم الى المربع H4، ولكن حاليا في اعاقة من بدء الاسود لوزيره. على اي حال الابيض لعب اولا النقلة بيشوب E3 وبيحاول يتخلص من الفيل النشيط اللي بيسيطر على الوتر، لكن هنا رشيد بدأ الالعاب النارية وترك الفيل ولعب النقلة المقتحمة G4. لكن التهديد الرئيسي هو الذهاب بالوزير للمربع H4 وتشيك ميت على المربع H2، لكن الابيض لديه متسع من الوقت للدفاع ولذلك كمل بيشوب تيك C5، والاسود كمل في هجومه بكوين H4 طالب تشيك ميت، والابيض دافع ببساطة ببيشوب G1 وبيحمي المربع، لكن رشيد كمل في هجومه بكوين G3، والابيض لا يستطيع اخذ الوزير لانه مربوط على الملك، والاسود بيهدد بكوين G2 تشيك ميت تحت حماية الحصان، والابيض دافع بالنقلة نايت E1 وبيحمي المربع الضعيف. ودلوقتي اصبحت قطع الابيض جميعها مكدسة في الصف الاول والصف الثاني،
وبتحاول تدافع باستماتة عن الملك المحتجز في ركن الرقعة. ورشيد بدأ في هدوء غرس قطعه في مربعات هامة ولعب بيشوب دي 5، والأبيض ليس لديه أي نقلة مفيدة بالقطع، ولذلك لعب بي 4 منتظرا تهديدات الأسود لكي يدافع عنها واحدة تلو الأخرى. لكن رشيد كان قد أصدر حكمه على الدور وأنهاه بطريقة رائعة. بدأت بنقلة مذهلة. يا ترى إيه هي نقلة رشيد؟ رشيد كمل بالنقلة التي أنهت الدور عمليا. كوين تيكس H2، بيضحي بالوزير في سبيل فتح العمود، والأبيض لعب إجباريا بيشوب H2. ورشيد كمل بالنقلة G3، بيهدد الفيل الذي لا يستطيع التحرك لأنه مربوط على الملك، والملك حاول الهرب بالنقلة كينج G1، ودلوقتي بيهدد بأخذ البيضة. لكن بعد روك تيكس H2 الملك لا يستطيع التحرك لوجود البيضة. لاحظ ان قطع الابيض حركتها محدودة، فالحصان مثلا لا يستطيع التحرك والا الاسود هياخد على المربع G2، وكذلك الفيل محاصر ببيادقه، والوزير ليس لديه اي فائدة في الدفاع. على اي حال الابيض كمل بروك F2، واذا الاسود اخذ الرخ الملك بياخد الرخ الاسود وبينجو. لكن بغض النظر عن صعوبة موقف الأبيض في الدفاع، لا توجد فكرة واضحة لكيفية فوز الأسود. لكن رشيد أجاب على كل هذه التساؤلات برد مفحم. يا ترى إيه هي نقلة رشيد اللي أجبرت الأبيض على التسليم؟ رشيد لعب بكل هدوء الواثق من نفسه النقلة روك E8، وفجأة وجد الجميع ان الابيض ليس لديه اي دفاع امام مناورة التشيك ميت بالاسود روك E6، روك H6، روك H1 تشيك ميت. ولذلك الابيض في هذا الموقف الغريب سلم. وده دور تاني بيدل على عبقرية وموهبة رشيد الهجومية المتفجرة. وبعد ما تمتعنا بتضحيات رشيد، أدعوك للجزء الثاني من تضحيات بطل العالم الحالي ماجنوس كارلسون. فإلى أن نلتقي أرجو لكم أسعد الأوقات. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.